سلام البنات، مبروك عواشركم، رمضان كريم. كل عام والجميع بخير. لا يدخل هذا الشهر بالصحة والسلامة والخير إن شاء الله على الجميع. هذا أول فطور عملته، فطور خفيف ظريف سريع، ما فيش بزاف الوقت، ما فيش بزاف الحاجات، نعملو غير اللي غادي نستهلكو إن شاء الله. المهم غادي نبدا معكم الحويجات اللي عملت، هما حويجات قلال وسريعين. طبعا التوجات ديال رمضان من قبل بالنسبه لنا حنا كمغاربه السفوف سلو الشباكيه والمسائل هذه راها معروفه، عملتها. ودابا غادي ندوزو للتحضير ديال الحريره. هنا عملت حريره اكسبريس سريعه جدا. خديت 4 ديال الحبات ديال الطماطم مقشرين، طحنتهم كما هو موضح في الفيديو. طبعا يكونوا مقشرين، الا مقشرين شاي دوزوهم في الصفايه. عملتهم في الطنجره، وغادي ندوز ناخذ واحد المقدار ديال الكرافس مع الربيع. غادي نضيف لهم واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، وغادي نطحنهم حتى هما. طبعا طحنوهم بمقدار مستوى الفرم اللي كتبغيو، يعني بغيتوه باين يجي في الحريره ولا مطحون بزياده راجع لكم. المهم كل اللي كان ندوزو في الطحانه كنضيفوه في الطنجره، ما غاديش نطيب الحريره في طنجره الضغط، نطيبها غير في طنجره عاديه. ومع ذلك غادي تكون سريعه لانه كل المكونات فيها تقريبا جاهزه. وخديت 2 بصلات، مقدار بصله كبيره، ضفت عليها حتى هي كاس ديال الماء وطحنتها. ضفت هاد البصله هذه كامله للطنجره، وضفت 3 ديال المعلقات ديال العدس مغسولين، وكذلك كاس ونص ديال العنبه حمص مسلوق نص سلقه اوريدي مجهزاه انا مخليها عندي. وبالنسبه للعطريه درت البزار، الزنجبيل والكركم. كل واحد يدير مستوى التتبيله اللي كيبغي، يعني يا بزياده يا قليله. انا درتها وسط، كل شيء تقريبا عملت فيه معلقه صغيره ممسوحه ومعلقه كبيره ديال معجون الطماطم. هنا نسمت غير بالعظيمات ديال الغنمي كانوا عندي، وضفت لتر ونص ديال الماء مغلي، وحطيت الطنجره على النار، خليتها كتغلي مزيان، قفلت عليها وخليتها كتغلي مزيان. نمر نعمل باش غادي ندور الحريره. خديت زلافه صغيره، يعني تقريبا كاس الا ربع ديال الماء ديال العنبه، وجوج معلقات ديال الطحين الفورس، حتى هما غادي نخلطهم في نفس الطحانه. وضفت عليهم معلقه كبيره ديال معجون الطماطم باش الا جينا ندورو ديك الحريره ما تجيناش شهبه. واللي كيحب يدور الحريره بحاجه تانية راجع ليه الشعير ولا القمح ولا شي حاجه اخرى راجع له. هنا بديت نكب داك الخليط اللي عملت ديال التدويره، وغادي نضيف 2 معالق كبار عامرين شاي ديال الشعريه رقيقه، وحتى الاخير عاد ضفت واحد الطريقه ديال القرفه باش ما تعطينيش واحد المذاق قوي، واحد المعلقه صغيره ديال السمن البلدي المغربي. وعملت بيضه حركتها ودورت هادشي كامل ونقصت عليه العافيه وخليتها تطلع الغليه. وحتى الاخير عاد نسمت بالملح القياس اللي بغيت. ندوز نجهز الطاجين. انا كنت هذا مشهيه هاد الطاجين، فقلت اول نهار رمضان غادي نعمل له الفطور. عندي هنا مقدار ديال اللحم الغنمي مغسول ونقي وكل شيء الى اخره. عملته في الطنجره، وغادي نضيف له بصله متوسطه، مشلضه رقيق ولا كبير كيف ما حبيتو. وغادي نضيف له واحد 2 معلقات ديال الربيع. وفي جميع الاحوال انا هاد المكونات اللي عملت كلهم نحطهم ان شاء الله في صندوق الوصف. وغادي نضيف واحد الطريقه ديال زيت الزيتون، يعني ما معلقه كبيره مع عامره شاي. ونملح لانه اللحم ديجا فيه ليدام، وعملت الملحه. سخنت الطنجره وخليتهم غادي يتقلاو هكا مزيان. اللي بغات توجدوا مع الخاطر تعملوهم في الطاجين والمجمر بحال اللي كنعملوا عندنا في المغرب، براحتها اللي عندها الوقت طبعا.
واللي ما عندها شيء تعملوا في الطنجره ديال الضغط. على العموم تقلى لي داك اللحم مزيان، غطيت عليه ورجع لي داك البخار، يعني ماشي تيتحرق. هنا ضفت واحد نص كويس ديال الماء مع الزعفران الحر، هذه غير تمريقه بسيطه. وهنا غادي نبدا نضيف العطريه، ضفت البزار والكركم اللي هو الخرقوم البلدي، كل حاجه منها نص معلقه نص معلقه، والزنجبيل اللي هو سكينجبير. نقلب هاد المكونات هذه كلها مع بعضها حتى تدخل ديك العطريه في اللحم. ما نديروش شي تبزيره العطريه يعني في الاول باش ما تحرقش. ندخل هذيك العطريه اللي عملت في اللحم، نقلبو هكذا وهكذا حتى يتشرب مزيان ديك العطريه تدخل فيه. ومن بعد غادي نضيف له واحد 2 عويدات ديال القرفه، ممكن تعوضوها بمعلقه صغيره ديال القرفه مطحونه الا ما متوفره شي عويدات. ونخليو ديك الطنجره كتكتك واحد الدقائق، 4 إلى 5 ديال الدقائق بحال هكذاك. من بعد عاد غادي نضيفوا لها واحد 1.5 كوب ديال الماء، ما تكثروش الماء باش ما يجيش الطاجين ولا الطنجره ديال اللحم ما تجيش مرتقه بالمياهات. طبعا اللي كيبغي المرقه كثيره، الطواجن المغربيه راها معروفه ما كيجي شي في هذاك الماء كثير. وفي جميع الاحوال راه ما طايب شي في الطاجين، ولكن راه معروف انه طاجين ديال اللحم بالسفرجل. كيف ما قلت لكم نضيف 2 عويدات ديال القرفه، وخليته زبده كيتسبك واحد شويه. عاد نضيف كيف ما قلت لكم قبيله الماء ماشي كتير، يعني باختصار الماء ما يجي شي فوق اللحم، يجي تحت اللحم بشويش. فملي غادي نحرك الطنجره غادي يبان لكم اللحم راه فوق الماء، والماء كيبقى شويه لتحت هكا بمقدار واحد الطريقه، يعني واحد سنتي ولا سنتي ونص. وغطيت عليه سديته، خليته 35 دقيقه في الطنجره وهو هذا. ومع ذلك غادي نخليه مازال شويش ينشف، ما تبقى شي فيه هاد المرقه بحال هكذا. عملت الغطاء ديال الطنجره غير من الفوق، ما سديتها شي، وخليته حتى ينشف وتقلل فيه ديك المريقه، يبقى غير داك اليديمه والزويته. نخلي الطنجره كتشمع وندوز نعسل السفرجل. هنا عملت كاس ديال العنبه ديال الماء سخون، وعملت واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، مقدار ديال ملعقه صغيره ديال القرفه، نص ديال الكركم ونص ديال البزار، وكذلك الملحه، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. وضفت واحد المعلقه صغيره ديال الزيت البلديه، ممكن تعوضوها بالزبده ولا الزيت الروميه. حركت هاد المكونات هذه كلها مع بعضها، طبعا فوق البوطه يعني فوق النار. وهنا كنوضع السفرجل اللي غسلته ونقعته في الماء ديال الحامض وفلحته بهذا الشكل هذا. كنحطو على الجهه اللي فيها الجلده، يعني اللي فيها القشره زعما، وغادي نغطيه ونخليه على نار مهيله. وهنا ها هو من بعد ما تعسل ليا وتكرمل، حطيت اللحم في الطاجين وغادي نزوقو بداك السفرجل. وديجا كنت عملت الزبيب، عندي الزبيب كبير حتى هو عسلته بنفس الطريقه، وهذا هو الشكل ديال الطاجين. نتمنى تجربوه غادي يعجبكم. وهذا هو شكل الطاوله، فيها غير الاشياء الاساسيه اللي غادي ياكل الواحد او اللي غادي يفطر بها الواحد. ما كاين لا شي واحد يكثر بزاف ديال الحاجات هو ما غاديش ياكلهم. الشباكيه ديجا انا عاملاها، ديجا حاطه الطريقه ديالتي في القناه، السفوف تميرات الى اخره. اللهم لك الحمد على نعمه الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فيه الطاجين وفيه الحريره بطريقه سريعه. باي باي والى اللقاء.